يلا بينا نعمل الجلاش الحلو ده. اهم حاجة يكون نوعية الجلاش حلوة. ثانيا يكون العسل معمول بطريقة مظبوطة. عندنا اي مكسرات سوداني بنحط عليه شوية من الفانيليا وشوية من السكر وبنطحنه معاه، ويلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. اول حاجة بنجيب كوبايتين من السكر مع كوبايتين من المية، بقلبهم كويس جدا على البارد، وبعد كده ببدأ احطهم على النار عشان ما يسكرش معايا العسل. وبعد كده ببدأ اضيف شريحة من الليمون واسيبها تغلي لمدة 5 دقايق، وهدي النار لحد لما يتقل، وبعد كده اضيف له الفانيليا. بجيب ورقتين من الجلاش بدهنهم سمنة، ببدأ اتني جزء منها وبحط المكسرات او السوداني والفها على العصاية بتاعت الشيش طاووق، وابدأ ان انا اكشكشها بالمنظر ده واسيبها من فوق العصاية، وابدأ احطها في الصينية. هنعمل واحدة كمان بس بطريقة تانية. هحط الورقتين بينهم سمنة، وتكون السمنة نوعها جيد عشان يطلع جلاش معايا حلو. ببدأ بعد كده اتني جزء من الجلاش زي ما انتم شايفين، بعمل بين الطبقتين سمنة، واتني جزء منها واحط السوداني اللي عليه سكر وشوية من الفانيليا، وابدأ الفه على العصاية شيش طاووق بالمنظر ده. وبعد كده ببدأ ان انا اكشكشه واسيب جزء في الاخر، هسيبه بدون كشكشة خالص، وده اللي هيخليه يطلع معايا الجزء التاني او الشكل التاني اللي هو بنسميه عش العصفور، لانه بيبقى شبه العش فعلا بتاع العصفور، وبيبقى الجزء اللي جوه ده بيكون فاضي. ببدأ احط فيه سوداني او مكسرات او زبيب او اي حاجة موجودة عندي. ببدأ ادهنه سمنة او ابدأ اسخن سمنة كويس جدا على النار مع شوية من الزيت، وببدأ احطهم على الجلاش واقطعه، وابدا ادخله على درجه حراره 180 درجه. واول ما بيطلع وهو ساخن، اول ما يبرد ببدا اضيف له الشربات، اما يكون الشربات بارد وهو ساخن او العكس، لحد لما بنبص نلاقي بيطلع بالمنظر الجميل ده. ولو حسيت ان العسل زياده ببدا اصفيه. اتمنى ان فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم.